مساكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ساعه رياضه. النهارده في الجزء الثاني واللي هيبتدي سريعا. عندنا نقاش مهم جدا حول نادي الاتحاد السكندري، واحد من الانديه الجماهيريه المهمه جدا. الحقيقه في حاله من حالات الهجوم الشرس على مجلس اداره النادي الاتحاد السكندري، وفي كلام وفي تغييرات في الجهاز الفني، وكان في استقالات في مجلس الإدارة، وفي هجوم من بعض الأشخاص وبعض الجماهير. النهاردة هيشرفنا وينورنا الدكتور محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري، والحقيقة النهاردة النقاش هيبقى في منتهى الأهمية وفي منتهى الجدية. هنطرح وهنتكلم في كل المشاكل اللي واجهت نادي الاتحاد السكندري، وهنعرف نادي الاتحاد السكندري النهاردة بأمانة وبصدق شديد كده نعمل كشف حساب، نعرف الناس استلمت من سنة ونص سنتين لحد النهاردة وصلوا لإيه، عملوا إيه، إنشاءاتهم بقت لحد فين، وصلوا لفين، الفلوس بتاعت الرعاية بيعملوا بيها إيه، اللعيبة اللي أخدوها راحت فين، واللعيبة اللي هربت ليه. النهاردة هنتكلم في كل حاجة في نادي الاتحاد السكندري. وإحنا الحقيقة وأنا بتكلم عن ضيفي هو واحد من الشخصيات المرموقة جدا في الوسط الكروي والوسط الرياضي، وهو بطبيعته مكتسب لحب الناس واحترامه. ولكن النهاردة هيبقى عندنا حوار يعني بكل حيادية في كل الأزمات المتعلقة بنادي الاتحاد السكندري. نبتدي أخبارنا بقى سريعا كده. في المقدمة، مصر في التصنيف الثاني في ترتيب المنتخبات الإفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. ده واحد من الأخبار الحقيقة اللي جت بعد فترة كده من احنا عمالين نلف حوالين نفسينا أمام حضراتكم على الشاشة. مصر في المركز ال57 في التصنيف، لكننا استفدنا، احنا ما طلعناش الحقيقة، بس هم اللي رجعوا. يعني مصر ما طلعتش لقدام، انما اللي رجعوا هم الكاميرون والكونغو الديمقراطيه. فاحنا ربنا كرمنا بقينا في التصنيف الثاني. منتخب تونس أطاح بنظيره السنغالي من المستوى الأول، واحتل المركز ال40 والخامس إفريقيا، وجي وراه السنغال في المركز السادس على مستوى القارة و44 عالميا. الكونغو جت في المركز السابع إفريقيا و48 عالميا، بتليها غينيا 50، بعدين مصر، بعدين الكاميرون اللي تراجعت حوالي 8 مراكز عشان تبقى في المركز ال59 والعاشر على مستوى إفريقيا. وبتسبق غينيا طبعا الاستوائية منتخب جنوب افريقيا في التصنيف 69. اللي يهمنا في الموضوع ده ان احنا بقينا تصنيف تاني، وبالتالي لما تبقى تصنيف تاني تعرف تواجه منتخبات اقل شويه. طيب بامانه الله الكلام ده بياكل عيش؟ لا، ما بياكلش عيش. حضرتك تصنيف اول بقى، حضرتك تصنيف تاني، حضرتك تصنيف عاشر، مش هو ده المهم. اللي عايز يروح، قلنا وهنفضل نقول الموضوع ده بالمره مليون الف مره، اللي عايز يروح كاس العالم مفيش حاجه اسمها بالنسبه له انا هبقى تصنيف اول. ماشي كويس لطيف، بس هو مش احسن. يعني ما كنا تصنيف اول قبل كده ورحنا؟ ما هي مش بالقصه كده. انت عايز يبقى تكسر كل الحواجز وتعدي، مش عايز يبقى والله العظيم لو جبناك تصنيف غير التصنيفات دي كلها اعظم حاجه في الكون ولعبناك اهيف فرقه في العالم برضه ما فيش فايده. هي بتبقى العمليه كده. فاحنا هنشتغل وهنجتهد، وزي ما يكون التصنيف وزي ما يكون الامر. منتخبنا الاولمبي امبارح الحقيقه بعد نتيجه مهاش افضل حاجه الحقيقه. انا بس برضه مستغرب من كميه السعاده اللي موجوده عند الناس. ما هوش احسن حاجه الحقيقه ان احنا نتعادل مع نيجيريا، انما كان في كده حاله من الحالات الغريبه جدا. الناس فرحانه قوي ان احنا تعادلنا مع نيجيريا. على فكره لا خالص، يعني احنا كنا نقدر نكسب نيجيريا، ورغم انه الحقيقه برضه للامانه الحكم كان في منتهى السوء وجه علينا كتير وكل حاجه، بس برضه يعني برضه احنا عندنا شويه نقاط ضعف. كنا نقدر نكسب 3، كنا نقدر نكسب 4 كمان. على فكره في الشوط الثاني نيجيريا وقعت تماما. بتذكر كلام الكابتن علاء نبيل مدرب عام منتخب مصر السابق لما كان مشرفنا قبل المباراه ب3 ايام، وكلمنا في القصه دي. قال انه نيجيريا لو عرفنا نركز معاها في الشوط الثاني نعرف نكسب. الحكم كان سيء جه علينا، جه علينا، بس يعني برضو احنا منتخب مصر وعندنا امال معلقه دائما في ولادنا. هنخش في لعبه الارقام. دخلنا اهلا وسهلا بحضراتكم. منتخبات مصر بترحب بيكم. داخلين في لعبه الارقام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه عشان بس برضو اختصر على حضراتكم القصه بتاعت نكسب ايه ونعمل ايه. احنا محتاجين نكسب مالي، ماشي كده؟ اي نتيجه تانية غير كده تدخلنا بقى في في حسبه البرمه، وهنعمل وهنسوي بتاع. حضرتك لو مش هتكسب ماتش واحد يبقى ما تستحقش تتاهل. هنلف وندور ولا نقول الكلام الصح؟ طيب حضرتك محتاج ايه؟ حضرتك تكسب مالي. لو ما كسبتش مالي وقعدت تقول اتعادل واتعادل 3-3 ولا اتعادل 2-2، طب والناس الثانيه تعمل ايه؟ والمنتخبات اللي مش عارف ايه. ده كلام كله يا جماعه برضو ما يعني للامانه كده ما مش كلام ناس لا محترفه، ولا كلام ناس تقيله، ولا كلام ناس هي اللي المفروض. يعني منتخب مصر الاولمبي ده
هو منتخب مصر الاول الحقيقه بالاسماء اللي موجوده فيه. فاذا كنا بنتكلم الكلام اللي يرضي ربنا، احنا نكسب مالي وما عندناش اي حسابات تاني. احنا الحقيقه كان معاه كابتن حماده المصري وقال كلام مهم، قال انه دايما هتتحسم المجموعه دي في الجوله الاخيره. كلام حلو، بس احنا عايزين بقى احنا اللي نحسم، مش عايزين حد تاني هو اللي يحسم علينا. احنا عايزين نخلص ونخلص من ماتش مالي ان شاء الله باذن الله. الوصل الاماراتي هيستضيف، نروح للنادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي في دبي. الوصل الاماراتي هيستضيف مواجهه الاهلي والصفاقسي. نادي الوصل وافق على استضافه المباراه اللي هتتلعب يوم الاحد اللي جاي، يوم 6 ديسمبر الساعه 8 بتوقيت القاهره. الاهلي كان لاعب ماتش طبعا دبي وفاز 4-0. برضو على هامش معسكر النادي الاهلي كده عملوا ماتش حبي كده لطيف ما بين نجوم الاهلي القدامى اللي تعادلوا مع نجوم الامارات 11-11 في احتفالات العيد القومي. ما يعني نجوم النادي الاهلي على اعلاميين، على يعني كل زمايلنا وكل اصحابنا وحبايبنا، كابتن خالد بيبو مثلا، كابتن هشام حنفي، كابتن علاء ميهوب، كابتن وليد صلاح الدين، محمد عماره، سيد معوض، كريم حسن شحاته. كل الاسماء دي كانت موجوده ضم فريق الامارات عدنان الطلياني، احد اشهر رموز الكره العربيه، حسن باولو، مبارك غانم، عبد العزيز محمد، واهو قدام حضراتكم الصور اهيت يعني بنجوم مصر اللي كانوا موجودين. من كرة القدم ومن النادي الأهلي نروح لتأهل 5 لاعبين من منتخب مصر للرماية للأولمبياد المقبلة بإذن الله في البرازيل من البطولة الأفريقية. حضراتكم عارفين احنا بنستضيف البطولة دي هنا في مصر، والحقيقة انه النتائج متميزة جدا. قبل كده قلنا انه كان في 2 و2 قبليهم كمان تأهلوا. النهاردة او بيبقى عندنا الأسماء بتكتمل بالكامل، اهو عندنا 5 لحد دلوقتي. أحمد الكردي لاعب المنتخب المصري للرماية نجح في حجز مقعد جديد لينا في الأولمبياد بعد ما فاز بذهبية منافسات المسدس 10 أمتار ضغط هواء، بعد ما سجل رقم وهو 570 نقطة في البطولة الإفريقية. كمان مراد درويش أضاف مقعد آخر للأولمبياد بعد ما فاز بفضية منافسات البندقية رجال 50 متر. ووفقا للنظام كده يصبح عدد المقاعد اللي حصلت عليها مصر الكوتا 5 مقاعد. قبليهم كان فيها دير مخيمر، سامي عبد الرازق وعبد العزيز محلبة. كل دول نجحوا ما شاء الله في حصد أماكن لينا في الأولمبياد المقبلة. قصة ريال مدريد كده سريعا نحكي لكم الحدوتة اللي حصلت في ريال مدريد. روح لأوروبا. ريال مدريد كان بيلعب ماتش مع قادش في كاس إسبانيا، كاس الملك. فاللي حصل انه تشيرشيف ده لاعب كان معار من ريال مدريد بالظبط، ايوه كده، لفيا ريال. الراجل اخذ 3 انذارات، المفروض انه يتوقف. طيب ايه اللي حصل؟ ناس في ريال مدريد راحوا اشركوا اللعيب. القصه اتعرفت نادي على طول بعد المباراه على طول. بعد المباراه على طول كل وسائل الاعلام، بمعنى كل وسائل الاعلام، هنجيب لحضراتكم كل الاصداء، كل حاجه الناس اتكلمت فيها. فقصه اتعرفت انه اللعيب ده اصلا موقوف. فاللائحه بقى بتقول ايه هنا؟ هتظهر لحضراتكم دلوقتي حالا اهو اللائحه على الهواء. اللائحه بتقول لك اللعيب اللي يبقى موقوف بعلم ناديه على طول اهو، اي نادي يشرك، دي الماده رقم 76. قال لك اي نادي بيشرك لاعب كره قدم غير مؤهل او لا يلبي المتطلبات التنظيميه اللازمه للمشاركه في المباراه يخسر المباراه، يتم اعلان الخصم فإذا بنتيجة 3-0 إلا إذا كان الفريق قد سجل نتيجة أفضل والمنافسة تحتسب بالنقاط، ففي هذه الحالة ستبقى النتيجة الأصلية. وقال لك إذا كانت المنافسة بنظام خروج المغلوب سيتقرر تأهل الخصم. إذا كانت هناك مباراة إياب ستقام على ملعب الخصم فإن الطرف المذنب سيعوض بمجموع متوسط إيراداته طوال بطولتي الكأس الأخيرتين. طيب الكلام ده كله يعمل إيه؟ يخلي ريال مدريد بره ومغلوب. خلاص كده واضحه كده الكلام. طيب ريال مدريد رد مفاجئ. اول لما الماتش ما خلص كانت فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وسخريه وتريقه على تويتر وعلى فيسبوك، والناس كلها عماله تسخر من ريال مدريد. انتوا ازاي مش واخدين بالكم ان في لعيب موقوف بتشركوه؟ حتى هجيب لحضراتكم ردود افعال لعيبه من برشلونه كمان وبيتريقوا على الموضوع. ادي جيرارد بيكيه هو حط لهم 100 صوره وهو بيعيط من كتر الضحك وبيتريق عليهم في رد فعل على ان هم اشركوا لاعب
المفروض ما يشركوش. طيب ريال مدريد الحقيقه رد كان له رد قوي جدا. فلورنتينو بيريز قال انه ريال مدريد لم يرتكب اي خطا في اشراك تشيرشيف، وعلى الاتحاد الاسباني اثبات العكس. قال ايه بقى؟ قال بالظبط كده كل اللي حصل انه اللعيب ده كان معار لفياريال. الاتحاد الاسباني او من هو مسؤول على داخل الاتحاد الاسباني على لائحه الايقافات او اللعيبه اللي بيتم ايقافها ارسلوا ده لنادي فياريال. فياريال اكد الكلام اللي قاله ريال مدريد، قال فعلا احنا وصل لنا. طب انتوا ما اهتمتوش ليه؟ ما ابلغتوناش ليه؟ قال والله اللعيب اصلا خلاص ما عادش بتاعنا فاحنا مش مهتمين، هنبلغ ليه؟ خلاص خلصت القصه بالنسبه لنا. طيب سالوا تشيرشيف، حد قال لك، حد بعت لك، حد اخطرك؟ قال لم يخطرني احد. ريال مدريد قال احنا كمان النادي اللي اللعيب بيرجع لنا ما حدش اخطرنا، وبالتالي احنا لم نقع في اي خطا من الاخطاء وارسلنا للشؤون القانونيه. احنا بنظهر لحضراتكم تباعا اهي المستندات اللي بتاكد كلام ريال مدريد. طيب القصه كمان مش واقفه عند كده، لانه قادش قدم شكوى رسميه. قال لك رغم علاقتنا الطيبه مع ريال مدريد وهو نادي صديق والكلام البلا بلا بلا اللطيف ده، الا انه احنا هنبعت واحنا من حقنا شكوى النادي ونبحث حقوقنا بشكل او باخر. بالظبط كده، ده نادي قادش. الرد جه من ريال مدريد الحقيقه وقالوا احنا اللي علينا عملناه، ومندوب الفريق والمدير الرياضي ما عملوش اي خطأ، واحنا متاكدين من كده، ما وصلناش اي شيء بخصوص العقوبه، واحنا متاكدين انه لو قادش عمل اي حاجه احنا هنفوز بالقضيه ديت، وكل اعضاء النادي لازم يبقوا مطمئنين، وكل اعضاء مجلس الاداره يبقوا مطمئنين، وكل الناس يبقوا مطمئنين لموقفنا في هذا الشأن. دي القصة بحدوتة بالكامل. أصداء ده كانت عاملة ازاي؟ جبنا لحضراتكم اهو الراجل بيكيه وهو بيتريق على الناس، وكمان الصحف الإسبانية، يعني غلاف صحيفة أس الإسبانية علقت على الأمر، قالت لك مهزلة في ريال مدريد. ده الرد فعل السريع على اللي حصل. وبعديها كمان كان بيكيه وهو بيتريق على الناس وما كانش عاجبه الوضع. عيسى حياته أدام الله وأطال الله في عمره، هو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من وإحنا عيال صغيرة وإلى أبد الآبدين. هو الراجل القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. فالناس بتناقش في اجتماع الفيفا قضية الفساد المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. وهو فين بقى؟ هو هناك. فين؟ فوق. قالوا طب انتوا هتسيبوني فوق وتقعدوا انتوا هنا؟ هو فوق وهو مش معاهم، نايم في سابع نومه ولا الموضوع في باله. يا جماعه السن له حكمه، يعني ما هو اهو الحمد لله على السلامه. عارف لو حد بيزقه يصحى شويه، ينام يمين شويه، شمال شويه. بيناقشوا قضيه ايه بقى يا جماعه؟ ناقشوا قضيه الفساد الاقوى في تاريخ كره القدم على مدار بدايتها حتى الآن. والراجل بيضحك والراجل نايم ولا في دماغه أي حاجة، كل وسائل الإعلام جابتها. ده إن دل على شيء يدل على إيه؟ يدل على حالة الترهل اللي موجودة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الناس الخايبة اللي موجودة لحد دلوقتي وسايبين الراجل ده قاعد لحد دلوقتي في مقعده دون أي تحرك لأي شخصية عربية قيادية تبقى موجودة في المكان، أو شخصية أفريقية، أي شخص. مش معقولة يعني هنفضل قاعدين لحد امتى وعيسى حياته موجود في مقعده رئيسا للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومن بعده دلوقتي هو القائم باعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. حوار مهم جدا الحقيقة بعد الفاصل مع الدكتور محمود مشالي رئيس الاتحاد السكندري لكرة القدم، وهنتكلم في كل حاجة ليها علاقة بالأزمة اللي موجودة. قلنا انه في ملفات كتيرة جدا موجودة داخل نادي الاتحاد السكندري، هنناقشها النهاردة بموضوعية شديدة. الناس استلمت النادي ازاي ووصلت بيه لحد فين؟ كل ده هيبقى محور حديثنا بعد الفاصل مع الدكتور محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري.
أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من ساعة رياضة، وفي سهرة خاصة هنتكلم النهاردة عن نادي الاتحاد السكندري، ومعانا واحد من الشخصيات الحقيقة مرموقة جدا والمحترمة. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، له تقدير كبير جدا عند الناس، وراجل يفضل العمل في صمت، لكن الحقيقة لازم يتكلم في الوقت الراهن. كلام بقى كتير جدا جدا حول نادي الاتحاد السكندري، لذلك مشرفني ومنورني النهارده الدكتور محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري. مساء الفل يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. شرف ليا انا حبيبي. شاكرين يا دكتور لقبولك الدعوه. لا طبعا انا يعني بأسعد بدعوتك ليا، وباجي عشان اشوفك في المقام الاول. ربنا يخليك يا رب. وزي ما حضرتك قلت، ده حسيت ان هو توقيت ان احنا لازم نطلع ونتكلم، نوضح المواقف، لان كلام كتير قوي حوالين نادي الاتحاد، على الرغم من خلال لقائنا ان شاء الله هيبان لحضرتك وللساده المشاهدين ان نادي الاتحاد في افضل حال حاليا. طيب نبتدي سخن كده. انا عايز اتكلم مع حضرتك من البدايه، استلمتوا النادي عامل ازاي؟ وملف كره القدم انا هتكلم عليه، انما انا هتكلم على الانشاءات. استلمتوا النادي عامل ازاي ووصل النادي ازاي؟ واحنا كمان معانا كل حاجه بالصور هنشتغل عليها تبعا. انا برضو عايز احط في الاول كده بدايه، يعني جملتين كده نحطهم في الباك جراوند عندنا، نرجع لهم دايما واحنا بنتكلم. ماشي. مبادئ الاداره بتقول ايه؟ ان الاداره الناجحه هي الاداره التي تستطيع الاستفاده اقصى استفاده ممكنه من الريسورسز الموجوده عندها، الامكانيات المتاحه. ماشي. زائد نقطه ثانيه مهمه جدا، لما يكون عندك هدف انت عايز تحققه، قبل ما بتحط الهدف بتشوف ايه امكانياتك المتاحه اللي تقدر تحقق بيها الهدف. تمام. لو انت حطيت هدف وما فيش امكانيات لتحقيقه، يبقى احنا بنشتغل في، مش هقول احلام، لكن اوهام. النقطتين دول لازم يكونوا متركزين معانا خلال الحلقه، لان هم دول الاساس اللي بتبني عليهم كل شغل. عظيم قوي. نادي الاتحاد اول ما استلمناه، وده كان في نهايه 2013، كان وضعه كالتالي: فريق كرة القدم باقي في الدوري الممتاز بقرار. صحيح. فرق النادي، حضراتكم مستلمين النادي بقالكم سنتين، مجلس الاداره حوالي سنتين. تمام. بقيه فرق النادي، الفرقه اللي بقى لها سنه ما خدتش مستحقات 11 شهر. انت عندك النادي قائم، وسمعه نادي الاتحاد الكبيره طبعا كره القدم في المقام الاول، لانه نادي كوره، لكن كره السله. لما يقال كره السله يذكر اسم نادي الاتحاد السكندري. كانت الفرقه يعني في وضع مش مظبوط ابدا، بقى لها مده كبيره قوي ما خدتش مستحقات. كره الطايره نفس الحكايه، الالعاب الفرديه يمكن كانت سنه ونص. ده الوضع اللي استلمت عليه النادي. زائد انشاءات النادي بقى له مده كبيره جدا ما اتعملش فيه تجديدات ولا صيانه، الوضع بتاعه في حاله مزريه. احنا عندنا صور يا جماعه هنعرضها. لو جيت تبص، طب ايه بقى الريسورسز، ايه الامكانيات اللي موجوده عندك اللي هتجابه بيها الكلام ده؟ انت الدخل اللي بيجي لك من حاجتين. بيجي لك من اشتراكات الاعضاء، وبيجي لك من حقوق الرعايه والبث. في الفتره دي حقوق الرعايه والبث كانت من خلال اتحاد الكره، هو اللي بيعمل تعاقدات البث، وكان المبالغ حوالي 1.25 مليون او 1.5 مليون. واذا اخدتها تمام 1.25 مليون او 1.5 مليون، دي حق الرعايه، ده حق البث التلفزيوني، ده حق البث التلفزيوني. كلام يعني برضو كلام اي كلام. احنا نادي الاتحاد له من 2009 حقوق عند التلفزيون ما خدهاش، احنا وكل الانديه على فكره، باقي حوالي 30 مليون كل الانديه داخله فيها. الرعايه كانت من خلال مؤسسه هي اللي بتاع النادي، وكانت بتدي النادي حوالي 1 مليون جنيه. طيب ده على فكره ده التطوير اللي ان شاء الله النادي هيبقى عليه بعد انتهاء الانشاءات، وده الكلام ده هيبتدي يمكن خلال اسبوع او 2. ده اللاندسكيب بتاع النادي كله، وده حمام السباحه. تمام. اللي انتهينا من الاعمال الانشائيه المبدئيه بتاعته، اللي هي الاساسات. في الظهر في مول، ما اعتقدش الصوره هنا مبيناه او لا، وده برضه اعمال الاساسات بتاعته هتبدا يمكن خلال اسبوع. كل ده المكان بتاعه. طيب الامكانيات اللي انا بتكلم عليها دي، لو حضرتك جيت تفكر فيها، طب الهدف اللي انت هتوصل له بالامكانيات دي ايه؟
لو انت فكرت فيها بعقلانيه هتجد نفسك ان انت يا دوب تصرف على الموظفين وشكرا على كده. يعني 1.4 مليون دول اخدهم انا اصرف على 2 انت 3 ما عندكش 4. فائقه كوره لان الفائقه قاعده بقرار، يعني معنى كده ان هي في نهايه الدوري متزيله الدوري، يعني معناها ان انت محتاج تكون فريق من اول وجديد. صحيح. الاهم من كده ان احنا كنا داخلين سنه المئويه. يعني المفروض ان هتلعب مباراه على مستوى عالي، نادي الاتحاد لازم يظهر فيها بمظهر معين. ابتدينا نحط خطه اساسها كيف يمكن استخدام كل الامكانيات المتاحه، تعظيم الامكانيات دي، وتوصل بيها لهدف متدرج علشان نوصل في النهايه للي الناس كلها نفسها ان نادي الاتحاد يبقى فيه، وان هو يبقى في وضعه الطبيعي في المنافسه في كره القدم وتسيده لكره السله ووضعه في الفولي وبقيه الالعاب الفرديه. تمام. يبقى لازم تشتغل على تنميه الموارد اللي جايه لك من الاشتراكات بتاعه الاعضاء. لازم تشتغل على البث التلفزيوني وتعظم الموارد منه، وعلى حقوق الرعايه. تمام. نادي الاتحاد كان هو اول نادي فكر في عمليه البث المنفرد. دي الملاعب الجديده دي موجوده دي يوم افتتاحها، وكان معانا معالي الوزير في الافتتاح بتاعها، لان الحاجه الاساسيه خد بال حضرتك انه ايه ده له علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله، لانه حضرتك دلوقتي بتتكلم على انه هتجيب منين الفلوس، وانا مطلوب مني تطوير، وانا في نفس الوقت مطلوب مني سله، ومطلوب مني كره قدم، فريق، وهو اهم حاجه بصراحه عشان نبقى يعني بالظبط هو اللي بيأثر في شعب اسكندريه بالكامل. صحيح. ومطلوب مني كمان انه اقدم خدمات للناس، فده يعني كل الصور يا جماعه اعرضوها لنا تباعا من فضل حضراتكم علشان نتكلم عليها على طول مره واحده. ما كانش موجود في نادي الاتحاد الا ملعبين بلاط، واحد للسله وواحد للطياره. الملاعب دي افتتحت من حوالي 7 أو 8 اشهر، ومعالي الوزير شرفنا ومحافظ اسكندريه، وافتتحت الملاعب دي وحاليا بتستخدم في النادي. كويس. زي ما بقول كان لازم كم ملعب هم ملعبين سله وطايره، وملعب هاندبول وخماسي، وممكن يتلعب فيه كره طايره. تمام. نقله بس برضه لان انت ما كانش عندك اقل امكانيات، لكن دي البدايه، دي غرف الملابس اللي الخاصه بالملاعب دي. انا بس كنت عايز اسال، مفيش صور قبل الحاجات دي كلها؟ ما اعتقدش ان موجوده صور ليه. كان مهم قوي، كان مهم نعرض برضه صور قبل وبعد. طيب احنا كده بنتكلم في بعد، وهي واضح طبعا انشاءات ان هي حاجات جديده اللي موجوده في النادي. بس برضه ما تزعلش مني يا دكتور في الكلام اللي انا هقوله، كل الكلام ده يعني قدام انه نادي الاتحاد السكندري بيروح يتدرب في نادي بره او بيتدرب في على ارض ملعب ابو قير. ما هي النقطه تزعل الناس. النقطه المهمه ان انت عندك فريق كوره، والمفترض ان هو يبقى له وضع معين في الدوري الممتاز، لانه بيمثل محافظه زي اسكندريه ومالوش ملعب. ده الاساس. على فكره احنا يعني كان تفكيرنا ان احنا نحل حل سريع وحل نهائي بقى بعد كده لنادي الاتحاد يحل له المشكله دي من جذورها. ده معالي الوزير واحنا بنعمل عمليه افتتاح الملاعب دي. طيب لان انا هتكلم مع حضرتك على موضوع الملاعب ده، لانه هخش برضو على النادي الجديد. انا هاخد قصه الانشاءات بالملف بتاع الانشاءات ده كله بالكامل بالفيديوهات بالصور اللي عندنا، وبعدين لما نخش زي ما قلت لحضرتك اتفقت معاك هنخش على ملف كره القدم، ده هيبقى ملف لوحده عندنا في شغل تاني. انما انا بتكلم ده حمام السباحه، ده حمام السباحه ده ايام المحافظ السابق. وده حاجه الاساس. وحمام السباحه دلوقتي يمكن كل الاساسات بتاعته انتهت، وهنبتدي في جسم الحمام بعد ده بدعم من وزاره الشباب والرياضه. في الحقيقه المهندس خالد مدي النادي الاتحاد كل الدعم. واخدين كام؟ خدتوا كام؟ حمام السباحه حوالي 14.5 مليون باللاندسكيب بتاع النادي، ده رقم. تطوير النادي ده رقم. وفي الحقيقه الملاعب الجديده بالكامل او النادي الجديد هينفذ. ده حمام السباحه في دلوقتي في الشغل دلوقتي انشاءات. ماشي.
14 مليون مصروفين 14 لحد مليون دلوقتي، وشوية. بالاضافه للملاعب اللي دول اللي لسه هتصرف على حمام السباحه الحين انتهائه، واللاندسكيب بتاع النادي، تطوير النادي بالكامل. عظيم عظيم. طب احنا عملنا الكلام ده ليه؟ هل ده نوع من يعني الفخفخه زي ما بيقولوا، او مجرد ان احنا نقول احنا عملنا النادي الاتحاد؟ لا، ده ماشي مع الهدف من الاستفاده من الامكانيات المتاحه وتعظيمها. بس ما تزعلش مني يا دكتور، انتوا برضو دي مش مواردكم، انتوا اخدتوا من الوزاره. انت بتعمل حاجه عشان تجيب من وراها موارد، الموارد هتيجي من حمام السباحه نفسه، لان حمام السباحه النهارده ممكن يجيب دخل كبير للنادي، زائد العضويه نفسها. انت بتخدمش العضو في حاجه، المكان محدود جدا، ما فيهوش الخدمات اللي على مستوى، انت بتطور الخدمات فلما انا اطور يدخل لي اعضاء اكتر، تدخل لي اشتراكات، تقدر تعمل العضويه بارقام مقبوله. نادي الاتحاد كانت عضويته حوالي 7000 جنيه ولا بتاع، فاحنا بنحاول ان احنا 7000 جنيه بالظبط. كان وقت ما دخلنا كان كده 7000 جنيه بالظبط عضويه نادي الاتحاد السكندري، كانت في التوقيت ده كده. هي النهارده وصلت 17 مع التطوير اللي بيحصل، وهيحصل فيها زياده. انتوا نادي الاتحاد السكندري الامكانيات اللي كانت متاحه اللي جوه النادي محدوده. انت النهارده اسم نادي الاتحاد كبير ده، واحنا بنستلم فهمني بقى الارض الجديده. دي الارض الجديده دي اللجنه اللي كانت مشكله من مندوب وزاره الدفاع، لان وزاره الدفاع هي اللي هتقوم الاشغال العسكريه بتنفيذ الارض بالكامل. انت عايز تعمل اي حاجه كويسه في البلد اديها للقوات المسلحه، هتعملها لك 10 على 10 على مستوى، ما فيهاش تهريج، الناس ما بتهرجش يعني. دي الارض الجديده بوضعها الحالي. فين بقى الارض دي بقى؟ الارض دي في مدخل اسكندريه من ناحيه في الطريق الزراعي ناحيه سموحه، هي قريبه جدا من نادي سموحه والمنطقه السكنيه اللي هناك. مساحتها قد ايه؟ مساحتها الكامله حوالي 39 فدان. دي كانت تستخدم ايه؟ مقلب؟ دي كانت بتسمى الغابه الترفيهيه، ويعني كانت حالتها زي ما انت شايفها كده. مقلب. ده الاجتماع اللي كان مع رجعوا لنا بس يا جماعه الصوره اللي فاتت، معلش باذن حضراتكم، رجعوا لنا الصوره اللي فاتت كده نشوف كده الارض دي ومساحتها وشكلها كانت عامله ازاي، عشان نفتكر احنا في يوم من الايام الصور دي كانت عامله ازاي، وبعدين لما ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله نادي الاتحاد السكندري يبقى عامل ازاي. كمل يا دكتور اتفضل. الارض على مساحه قد ايه؟ حوالي 39 فدان. الجزء المخصص منها لنادي الاتحاد هيبقى حوالي من 5 ل6 فدادين. باقي الارض هتبقى ملاعب مفتوحه لكل اسكندريه، هيستخدمها نادي الاتحاد وبقيه انديه اسكندريه والناس من بره. فين ملعب ملعب نادي الاتحاد؟ ملعب نادي الاتحاد هيبقى خاص فيه جوه ال5 فدادين، في ملعب للفريق الاول نجيله طبيعي، في ملعب لفرق الناشئين نجيله صناعي، بكل الفاسيلتيز اللي قايلها الاتحاد الدولي. دي غابه ترفيهيه؟ دي المفروض ان هي الغابه الترفيهيه المفروض. دي مقلب يا دكتور. انا بقول لحضرتك ده الوضع القائم. يعني هنعمل احنا فيها شغل ان شاء الله باذن الله. يعني معالي الوزير كان بيتكلم على ان هو عايز يعمل تجربه شباب مركز شباب الجزيره والملاعب اللي هناك والامكانيات ان هي تنقل للمكان ده. طيب بس ان شاء الله هنبقى افضل كمان. ده مركز شباب الجزيره بقى حاجه عالميه ان شاء الله، يبقى الاتحاد افضل. هتشتغلوا عليها في قد ايه؟ كام سنه؟ في الحقيقه الجيش واخد تكليف 6 شهور. لا يعني الارض دي ما تخلصش في 6 شهور، مستحيل يعني. ده التكليف اللي عندهم 6 شهور. 6 شهور 6 شهور ويبقى ايه؟ 6 شهور ويعمل افتتاح. معقوله؟ والله هو في الحقيقه مندوب وزاره الدفاع وهو موجود قال لي التكليف اللي جالي من معالي وزير الدفاع 6 شهور. انا واثق في القضاءات بتاعت ده يا باشا. هو احنا بعد اللي شفناه الناس تعمل قناه السويس في سنه والناس تعمل كل حاجه، ما هو الواحد يثق تماما في ان هم يتم التنفيذ خلال. بس ما تزعلش مني في اللي انا اقوله. اتخيل ان هم مثلا بقى في المشاريع اللي هي تحتاجها البلد يبقى الايقاع سريع، انما كمان درجه السرعه عندهم كمان في الامور اللي ليها علاقه بالرياضه وليها علاقه بالتنشئه وليها علاقه بالانديه الكبيره. دي حاجه والله تفرح. يعني والله مش هقول سر، لكن يعني. يمكن المهندس خالد هو اللي عارفه بتفاصيله ان هناك توجيه من القياده السياسيه بالانتهاء من المشروع في 6 شهور. فعلا ده شيء عظيم. انا اول مره اسمع الكلام ده. طيب كويس. طب دي بشرة طيبه بقى لكل اهالي اسكندريه. يبقى احنا نقول لهم كده خبر وتصريح مهم على لسان الدكتور محمود مشايل. يبقى الناس برضو مفيش داعي نبقى يعني متحاملين قوي. الراجل اهو بيتكلم بوضوح شديد. خلال 6 شهور هناك تكليف
ان شاء الله باذن الله الارض اللي حضراتكم شفتوها دي عباره عن مقلب، هي الحقيقه شكلها مقلب، ما اقدرش الحقيقه اقول حاجه ثانيه غير كده. تتحول خلال 6 شهور لملاعب مفتوحه، وايضا ملعب لنادي الاتحاد السكندري. كمل لي يا دكتور لو انا نسيت حاجه. هيبقى في حمامات سباحه، هيبقى في تاني غير حمامات السباحه اللي معموله في النادي، لان دي هتخدم بقيه انديه اسكندريه وشباب اسكندريه. لانه هيبقى مكان زي والموارد بتاعتها هتبقى بتاعتكم. نادي الاتحاد بالجزء بتاعه لنادي الاتحاد ال5 أو 6 فدادين، الباقي هتبقى تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع نادي الاتحاد، ولكن طبعا الموارد بتاعتها للشباب والرياضه. انا عندي لبس بس الحقيقه، هل هي دي الارض اللي كنتوا واخدينها ولا دي ارض جديده غير الارض دي اللي ارض جديده؟ طب الارض اللي كانت مخصصه الاول في مكان تاني، لكن ما كانش عاجبكم؟ لا، هو المكان يعني عليه مشروعات اخرى فاتنقلنا للمكان ده. طيب انا مش من اسكندريه، لكن انا احب اسكندريه جدا وبروحها كتير. المنطقه دي هل منطقه مميزه بالنسبه لاهل اسكندريه؟ جدا جدا، والوصول ليها في منتهى السهوله. هي جنب نادي سموحه، وهي منطقه سكنيه يعني مكتظه، والوصول ليها بمنتهى السهوله. طيب هل في الملف الانشائي عند حضرتك اي اضافات عشان ابتدي ادخل في ملف كره الحقيقه احنا النهارده الصبح كنا في يعني كنت في اتصال تليفوني مع معالي الوزير، وكنا بنتناقش على بطوله العالم للهاندبول، وهناك بطوله اخرى البحر المتوسط في شهر 2 للهاندبول هتقام في اسكندريه، والافتتاح بتاعها والبطوله هتبقى في صاله نادي الاتحاد. واتفقنا على ان يتم تطوير الصاله المغلقه بزياده الاعداد اللي هي بتسع حوالي 3000، ان احنا نعمل دراسه بزياده العدد بتاع المتفرجين فيها وتكييفها وتطوير غرف خلع الملابس والصاله. ومن النهارده بدينا نعمل الدراسه دي، وهنعرضها على معالي الوزير لبدء التنفيذ فورا. طيب وحضرتك بتعمل الانشاءات ديت على فكره في حاجه ثانيه. اتفضل. المول التجاري وده هيبتدي خلال اسبوع الاساسات بتاعته، وهنرجع للي انا قلته في الاول ان علشان تنجح لازم تعظم الموارد اللي موجوده عندك والامكانيات المتاحه اللي كانت بتستخدم تزودها، واللي ما كانتش بتستخدم تبتدي تنشئها. سور نادي الاتحاد السكندري في موقع، ونادي الاتحاد موقعه في الشاطبي موقع مميز جدا أوي. فكان لازم نعمل عليه مول او محلات. اخدتوا التصاريح اللازمه؟ التصاريح كلها، وفي الحقيقه بدايه من سياده اللواء طارق البهدي والدكتور هاني وحاليا الدكتوره سعاد كلهم واقفين مع نادي بس احنا عندنا لما في محافظ بيجي ويمشي القديم فبيتنسف القديم. الحقيقه كلهم ماشيين على نفس الخط والله، يعني في ترحاب ما فيش حد لغى يعني على الاطلاق. طب كويس، وكل الشكر ليهم ولدعمهم لنادي الاتحاد. كويس. واحنا هنبتدي على طول في الاساسات بتاعته. اللي احنا بنعمله ده علشان كلمه الازمات الماليه اللي نادي الاتحاد اعتاد عليها. يعني انا من قيمه اسبوع كانوا جايبين لي تسجيل للدكتور كمال شلبي الله يرحمه استاذنا، وهو بيتكلم عن ازمه ماليه في نادي الاتحاد من التسعينات. فنادي الاتحاد عايزين ننهي كلمه الازمه الماليه لنادي الاتحاد، عشان تنهيها لازم تعظم الموارد بتاعت نادي الاتحاد. يا دكتور طب حضرتك شغال ازاي وانا كل يوم بسمع جوه نادي الاتحاد السكندري استقاله عضو مجلس الاداره، استقاله نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، ازمه ما بين سيد محمد مصلحي وله ايادي بيضاء وحضرتك بتعزه جدا وله مننا كل تقدير واحترام، وانا الراجل ده اشيد بيه دائما لانه يعني مثار فخر لكل الناس في الاسكندريه، وحضرتك كمان الحقيقه متعاون معاكم جدا جدا. وبالتالي برضه حصلت مشكله وحصلت ازمه وحصلت حاجات كده في نادي الاتحاد السكندري. طب انتوا بتعرفوا تعملوا ده ازاي والناس كل يوم تطالع او تتابع في الاخبار والفضائيات عن ازمات موجوده داخل نادي الاتحاد السكندري؟ عايز اكد على حاجه، مفيش شغل في الدنيا ما فيهوش مشاكل. شطارتك ان انت تعزل نفسك عن المشاكل دي وتحاول ان انت تحلها في اسرع وقت، وبحيث ان هي ما تاثرش على خطواتك اللي انت ماشي بيها. المشكله اللي كانت حصلت في استقاله الاستاذ هشام حسن نتيجه خطا معين عمله مع الاستاذ محمد مصلحي، دي اختفت. الاستاذ هشام راح للاستاذ محمد مصلحي وانتهت تماما، والاستاذ محمد اللي اجبره على ان هو يكتب عودته في الاستقاله بتاعته. هو حاليا خارج البلاد، ولكن هو اللي اكد عليه وهو اللي اصر ان يكتب الاستقاله عنده، ان هو العوده في الاستقاله عنده في المكتب، والموضوع ده انتهى تماما. الموضوع الملقى حضرتك قلت لي يخلص خلال قد ايه؟
المول قدامه حوالي 9 شهور كده. 9 شهور. مجلسكم تنتهي مدته امتى؟ ان شاء الله بعد قانون الرياضه ما يطلع احنا هنعلن عن الانتخابات بتاعه نادي الاتحاد. اول ما يطلع قانون، وقت ما يطلع بقى ان شاء الله. طيب ناوي؟ لا، في الوقت الحالي انا كل تفكيري في خلال المده بتاعتي ان انا نادي الاتحاد تنتهي كل المشروعات بتاعته دي، بحيث اللي هيبقى موجود مش هيبقى عنده ازمه ماليه، هيقدر يمشي بنادي الاتحاد، هيلاقي اسس، هيلاقي ملاعب، هيلاقي امكانيات، هيلاقي ماليه تقدر تسنده. كل الكلام ده اللي في النهايه يخليه يحط هدف يقدر يحققه، ان نادي الاتحاد يبقى في المنافسه ويبقى في وضعه الطبيعي. قبل ما نحقق الكلام ده لازم يبقى هدفك اقل شويه. طب ما هو في الطريق الناس هتكعبلك، يقول لك عشان خاطر ايه ما تكملش. الناس هتكعبلك دي في كل حاجه، الناس هتكعبلك. احنا حاليا من بعد 25 ما شاء الله احنا ربنا واعد البلد مجموعه شغلتها ان هي تكعبل اي حد. مين بقى اللي عندكم في النادي؟ مين اللي عندكم في مين؟ انا مش عايز اقول مسميات، لكن كتير كلامي اتكتب في جرايد، كلامي اتكتب طبعا على النت والفيسبوك وما ادراك ما هو الفيسبوك. انا شخصيا ما عنديش فيسبوك، وبحط سدادات في وداني، لان انا عارف كويس قوي انا عايز اعمل ايه في نادي الاتحاد، انا ومجلس الاداره، وبمشي في السكه دي، ومن الصعب قوي ان حد يكعبني. مين اللي ورا القصه دي؟ ومين ورا الكلام اللي بيتكتب على اي مشروع بيتعمل في مصر وان هو يكسر فيه؟ ورا المشاريع بتاعت مصر عارفين انه في ناس بيبقى يعني ما احنا فاهمينهم وعارفينهم وخلاص، يعني اتهرشوا بالبلدي. انما مين ورا؟ خلي بالك ده اتيتيود بقى في مجموعه من الناس. يبقى حضرتك مش عايز تقول، مش عايز يعني. انت عارفهم؟ مش ما بهتمش بيهم. ما بتهتمش بيهم. نخش على ملف كرة القدم؟ نخش على ملف كرة القدم. طيب نتابع مع حضراتكم تقرير عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وبعدين نكمل حوارنا مع الدكتور محمود مشايل رئيس نادي الاتحاد السكندري. يلا بينا. الاتحاد السكندري هو سيد البلد أو زعيم الثغر كما يلقبه عشاق وجماهير النادي السكندري، وهو أحد أشهر وأعرق الأندية المصرية التي تحظى بشعبية جماهيرية كبيرة للغاية، ويأتي مباشرة بعد قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك بقاعدته الجماهيرية العريضة. إلا أن نادي الاتحاد وبالتحديد فريق الكرة ما زال يبحث عن أمجاده السابقة في السبعينات، والتي كان فيها أحد أشهر وأقوى الأندية المصرية ببطولاته المحلية أو مشاركاته الأفريقية المشرفة للغاية. إلا أن فريق الاتحاد ومنذ عام 1976 عندما حقق كأس مصر في ذلك الوقت، وهو بعيد كل البعد عن منصات التتويج، أصبح نادي الاتحاد ينحدر تدريجيا في المستوى من عام إلى آخر بسبب الأزمات المتلاحقة التي هزت فريق الكرة من مستحقات اللاعبين وعدم استقرار المدربين، وهو ما أدى إلى غضب الجمهور السكندري العاشق لكرة القدم ولفريقه الملقب بسيد البلد. ورغم نجاح حسام حسن في النجاة بفريق الاتحاد من الهبوط من الدوري العام في الموسم الماضي وبفارق نقطتين فقط، إلا أنه قرر الرحيل عقب انتهاء المسابقة وعقب قيادة الفريق إلى دور الثمانية من كأس مصر، وسط حزن شديد من جماهير الفريق السكندري التي ارتبطت كثيرا بالتوأم الشهير. ثم جاء المدرب البلغاري ستويكو ملادينوف، والذي قدم مع الاتحاد أداء مبهرا أمام الزمالك في دور الثمانية من كأس مصر، وخرج بصعوبة من ركلات الجزاء الترجيحية. الكل توقع بداية قوية للموسم للنادي السكندري بعد إنهاء الموسم الكروي الماضي بشكل مميز للغاية، وبالفعل حقق الاتحاد انتصارين متتاليين في بداية المسابقة على أسوان والإنتاج الحربي بنفس النتيجة بهدف دون مقابل، ولكنه لم يقنع في أدائه، ثم تعادل مع المقاولون بهدف لكل منهما، ومن هنا بدأت الأزمة، حيث تعرض الفريق لهزيمتين قاسيتين أمام الداخلية بثنائية نظيفة، ثم الهزيمة العريضة التي أطاحت بالبلغاري ملادينوف بخماسية نظيفة من الإسماعيلي. ثم قرر مجلس الإدارة تعيين المدرب البرتغالي لايونيل بونتيس خلفا لملادينوف، وتعيين اللواء جودة شلبي خلفا للمستقيل محمد عمر الذي رفض استكمال مهمته هو الآخر.
وكالعادة ما أجمل البدايات في نادي الاتحاد، حيث حقق الفريق السكندري فوزه الأول الثمين مع مدربه البرتغالي الجديد بونتيس على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، ليبدأ زعيم الثغر رحلة جديدة في أمل العودة بالفريق إلى سابق عهده الكبير. فهل ينجح مجلس الإدارة بقيادة الدكتور محمود مشالي بالعبور بنادي الاتحاد من أزماته المتلاحقة في كل موسم والنهوض بفريق الكرة الذي تزحف وراءه الجماهير السكندرية بكل شغف، أم تستمر معاناة الفريق وحظه العاثر الذي يتعرض له في كل موسم؟ لما نبص على جدول الدوري بعد 6 مباريات خاضها نادي الاتحاد السكندري هنلاقيه في المركز السادس برصيد 10 نقاط. فوقيه نادي الزمالك بعد 4 ماتشات 10 نقاط، وفوقيه الاسماعيلي برضو 10 نقاط بعد 5 مباريات. عايز اعرف بقى من حضرتك كيف ترى فريق كرة القدم من وجهة نظرك، وهل هو متعثر ولا لحد دلوقتي ناجح، وايه القصة وليه غيرتوا ملادينوف بدري، وفهمنا الموضوع ايه؟ اتفضل. انا بس عايز اعلق على كلمه ازمات. هو نادي الاتحاد يعني حتى انت لما استعرضت النتائج ان احنا 10 نقط، هو فين الازمه؟ هل الازمه كانت في خساره مباراه الاسماعيلي؟ دي رياضه، ومن الممكن جدا اي فريق في الدنيا ان هو يتعرض لضرب في مباراه ويؤدي اداء مش كويس ويخسر. ريال مدريد خسر 4 وخسر 5 وفرق كتير. البرازيل اتغلبت 7 في ملعبها. هنروح فين يعني؟ يعني الرياضه ما تقيمش بمباراه. طب احنا غيرنا ليه؟ بالظبط كده. لما الرياضه ما تقيمش بمباراه. بالظبط كده. خساره مباراه بالوضع ال5 و6 بتدي لك مؤشر ان في حاجه مش مظبوطه. فبالتالي انت لازم تقعد مع المسؤولين عن الفريق تسمع منهم. ماشي. اذا حسيت في وقت من الاوقات ان المدير الفني الثقه اللي بينه وبين اللعيبه راحت فقدها، يبقى الحل الوحيد ان هو لازم يمشي. وعلى فكره ده كان قراره هو وانا احترمته في كده. قراره هو ازاي؟ هو قال انا حاسس اني مش قادر اكمل، حاسس ان في حاجه فقدت بيني وبين اللعيبه وبقيه الجهاز. بس انا عندي معلومه ان اللعيبه كانتش معترفه بيه، واكيد واصله حضرتك يعني مش حته هو في مشكله. احنا النهارده في النهايه انت بتلعب 11 لعيب، باقي نادي الاتحاد حوالي 29 لعيب، يعني بقيه اللعيبه اللي موجوده بره بالتاكيد هيبقى في جواها حاجه. انا متصور ان مشكلته ان هو ما عرفش يتواصل مع اللعيبه صح. تمام. ودي كانت النقطه اللي سببت له المشاكل دي كلها. طب ليه استقال الكابتن محمد عمر؟ الراجل في بتاع بدايه لو تفتكر حضرتك في بدايه ما احنا عملنا الجهاز الفني ده كان في ناس كتير قوي بتتكلم على في جهاز مصري وجهاز اجنبي، والجهاز المصري هيمشي الجهاز الاجنبي يقعد مكانه. فانا من اول يوم قلت الجهاز واحده نجاح ونجاح للكل، واذا لم يوفق فالجهاز بالكامل هيتحرك. تمام. وجهه نظر الكابتن محمد وانا بحييه برضه فيها انه حس بالنقطه اللي انا بقول عليها دي، ان الثقه راحت ما بين اللعيبه، في حاجه التواصل بينهم. فقال لي احنا لازم نتحرك، الجهاز لازم يمشي في التوقيت ده وبدري، والفرقه في وضع كويس. وكان معانا وقت ان احنا توقف حوالي اسبوعين نقدر نجيب مدير فني وجهاز يكمل بالفريق. ايه الناس جوه اسكندريه برضو، اسف في اللفظ، اتهمت مجلس الاداره بالتفريط في نجوم، لان انتوا كان عندكم محمد حمدي زكي ما توثقش عقده، رايح بلوشي للنادي الاهلي، ما اكلتوش من وراه، ما خدتوش من وراه فلوس، رغم انه النادي الاهلي كان بيتخانق عليه بكل ما اوتي من قوه. برضو الناس بتتكلم على اومد كوري، واحد من اللعيبه المميزه جدا اللي هرب بسبب او باخر خطأ اداري او ما الى ذلك. برضو الناس مستغربه على اللعيب اللي عندكم رمزي خالد، انه مضى في الزمالك، مضى في الاهلي، هتفرطوا في لعيب تاني غير اللي تم التفريط فيه. خلينا نبتدي برمزي خالد. يلا. رمزي لعيب مقيد في نادي الاتحاد. وانا كمان هستاذن حضرتك اذا من الممكن يعني كمان يعني ايه نستعين بسيد منير جاسر منير
مدير عام النادي، المدير التنفيذي للنادي، علشان يعني برضو انا عارف الموضوع هو له صله بيه. تمام ماشي. العقد ده ساري الموسم ده والموسم الجاي. من ضمن الحملات على نادي الاتحاد ان انا اطلع اي اشاعات. هو اللعيب لما يبقى عقده ساري ونادي تاني يمضيه، النادي ده بيتعرض لايه؟ هيتعرض ده حسب نص اللائحه ايقاف التسجيل لمده 2 سنين لانه اخذ توقيع لاعب في توقيتات مش مظبوطه. فالكلام ده عالي تماما من الصحه. يا رمزي خالد موجود في نادي الاتحاد الموسم ده والموسم الجاي، وهناك تعاقد اخر بيمد التعاقد ده كمان سنه، يبقى 3 سنين، والولد موقع على العقود القديمه وهيوقع بعد كده على العقود الجديده. لكن العقد الموثق والموجود في اتحاد الكوره السنه دي والسنه الجايه. فالولد مفيش نادي اخذ امضته، الولد موجود في نادي الاتحاد. والحاجه اللي تضحكك ان رمزي من اللعيبه اللي جبناها من الدرجه الثانيه من نادي الشرقيه. أيوه. وقت ما جه نادي الاتحاد كان فيه هجوم شديد جدا على مجلس الاداره انه بيستعين بلاعبين من الدرجه الثانيه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انتوا ليكوا طبيعه خاصه في اسكندريه زي ما في طبيعه خاصه في بورسعيد، زي ما في طبيعه خاصه في المحله. الانديه دي احنا هنا في القاهره ما بنحسش باللي بيحصل الا من خلال مراسلين، الا من خلال الناس اللي موجوده هناك، انما احنا ما بنحسش بالكلام ده. الهجوم ده بيبقى انتوا بس بتتعرضوا ليه، وغالبا الهجوم بيبقى من المقربين. ولا انا بتكلم غلط؟ صح. طيب كمل لي موضوع رمزي خالد. اصل انا بستغرب بصراحه، انا يعني ما بسمعش حاجه غير لما اتواصل مع حد من اسكندريه. جبتوا لنا المداخله يا جماعه ولا ايه؟ ماشي اتفضل. هيفضل نادي الاتحاد الناس تطلع عليه كل شويه، كل ما يمشي تطلع عليه اشاعه جديده، واي لعيب تاني هيظهر بمستوى هيتقال عليه انه هو مضى في النادي الفلاني. انا بحب اطمن جماهير اسكندريه، جميع تعاقدات نادي الاتحاد الجديده حوالي 18 لعيب من 3 ل5 سنوات، وكلها موثقه في اتحاد الكوره والعقود موجوده. ما عندناش مشاكل، ما تسمعوش لكل اللي بيتقال. كل اللي بيتقال ده مجرد محاولة هز الثقة وعمل مشاكل وهمية داخل نادي الاتحاد. طيب معانا على التليفون السيد جاسر منير، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري. برحب بحضرتك يا فندم ومساء الفل. مساء الفل استاذ ابراهيم سيد، الاعلامي المتميز، ومساء الخير على الدكتور محمود مشالي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب انا الحقيقة عندي استفسار عن اكتر من نقطة. رمزي خالد الدكتور محمود الحقيقة اتكلم عنه. انا محتاج اعرف، وجماهير نادي الاتحاد السكندري محتاجة تعرف، أمد خسرتوه ليه ومحمد حمدي زكي خسرتوه ليه؟ طيب نتكلم في موضوع محمد حمدي زكي الاول بعد اذنك. اتفضل يا فندم. حمدي زكي ليه كان تعاقد عندنا، والتعاقد كان موثق من منطقة اسكندرية، وسلمنا العقود في اتحاد الكوره بخطاب رسمي وعليه قسم وارد الموعد القانوني عشان التسجيل، واتكتب عليه ان هو يتم خصم مستحقات التوثيق من حقوق البث لصاحب الاتحاد. تمام. وسيبنا العقود الفتره دي، كان فتره اللي فيها مجلس الاداره كان مشى الدكتور عيسى، والعقود ثابت. بعد كده العقود دي موجوده في اتحاد الكوره بخطاب رسمي. لما جه الولد قال انا عقدي مستمر حتى 2015، هو كان عارف وقال لكل الجهات ان انا ماضي في نادي الاتحاد. لما دخلنا في الكيس ودخلنا في كيس اتحاد الكوره، قدمنا الاوراق، كان الاوراق اثبتت ان لينا حقوق، بس كان الولد مضى في النادي الاهلي، فحكموا لنا بالغرامه اللي هي 850,000 جنيه، وفي تظلم اللاعب تقدم بيه. لكن على ما اعتقد ان احنا فعلا لينا حق في اللاعب، واللاعب كان المفروض يفضل مستمر في نادي الاتحاد. تم حسم القضيه بان اللاعب يدفع غرامه لنادي الاتحاد. بالنسبه لموضوع لا ثانيه واحده لا ثانيه واحده محمد حمدي، انا بس عندي استفسار. طالما ليكوا حق فيه سبتوه ليه؟ احنا دخلنا في كيس اتحاد الكوره، الكوره حكم ان اللاعب يوقع للنادي الاهلي ان هو يروح النادي الاهلي، واحنا تعويض غرامه بفلوس لان اللاعب كان بيتقاضى المستحقات بتاعته عن العقد اللي تم رفع قيمته، وده كان دليل ان اللاعب عقده مستمر. طب ما ده يؤكد صحه موقفكم. طب انتوا ليه ما كملتوش؟ ليه اللعيب راح؟
طب ليه ما صعدتوش الموضوع؟ ليه ما حافظتوش على الراجل بتاعكم؟ هو بس للامانه محمد حمدي زكي الحقيقه هو واحد من الجيل اللي كان طالع مع احمد الشناوي وطالع مع النني، وواحد كان من العناصر المميزه وقتها، وبعدين ضرب غطس كده فجاه وكان ماشي بمستويات سيئه. للامانه وصدقا مع الكابتن حسام حسن اللاعب نور وظهر بمستوى جامد جدا. اللي اتقال في الاسكندريه وقتها انه محمد حمدي زكي كانوا هيمشوه او انتوا كنتوا هتمشوه، وكابتن حسام حسن لما ابقى على الرجل وظهر بهذا المظهر المتميز خطفوا النادي الاهلي مستغلا الثغره اللي موجوده في العقد. اتفضل يا فندم. هو اللاعب فعلا كان لعب فتره كان مش موفق فيها وبدا مستواه على فعلا لما كابتن حسام جه. اللاعب ادى اداء طيب جدا. جت فتره قبل ما كابتن حسام يجي كانت الجماهير بتطالب برحيل اللاعب حمدي زكي. حافظنا على اللاعب. بالنسبه للاوراق اللي قدمت في اتحاد الكوره كلها مثبته بتثبت حق، فعلا بتثبت حق نادي الاتحاد. سيادتك ممكن ابعت كمان ونزلها على الموقع، يعني احنا نزلنا كل الاوراق الرسميه دي على الموقع، ممكن الاعداد يطلع صوره منها تكتبها بنفسك. عقد موثق من المنطقه وعقد موجود في اتحاد الكوره بخطاب رسمي، واللاعب استلم جميع مستحقاته على العقد الجديد. في الاخر قرر اتحاد الكوره ان اللاعب النادي الاهلي والنادي الاتحاد بيعوض عن الغرامه. في الاخر احنا بنتكلم يعني موضوع لاعب مش مشكله بالناديين، هي مشكله لاعب. مشكله لاعب. اومد هرب ليه؟ اومد هرب اول حاجه في وكيل، اول حاجه موضوعه برضه اومد ان دي مشكله الافارقه كتير جدا في مصر، ان اللاعب الاجنبي عنده مشكله ان هو لما بيهرب عشان تاخد حقوقك منه كامله لابد من انك تشتكي في الاتحاد الدولي، والشكوى بتقعد من سنه لسنتين. اللاعب لما هرب كان واحد الوكلاء قال له ان انت ما قبضتش 3 شهور، هو اللاعب كان فاضل له شهر واحد. اللاعب لما سافر بعت للاتحاد الدولي وطلب بطاقه مؤقته. لما طلب البطاقه المؤقته الاتحاد الدولي عنده ضغوط ان اللاعب ما يتوقفش عن اللاعب يلعب في اي نادي، فطلعوا له بطاقه مؤقته لغايه ما القضيه تخلص. في الاخر اللاعب جاب نفسه النادي وقال او ابدى اعتذاره وكتب اعتذاره وبعثناه للاتحاد الدولي وكتب ان انا كنت مخطئ الفتره اللي فاتت وعطنا له مستحقاته الماليه. اللاعب سافر تاني عشان البطاقه المؤقته ما كانش سيستم فاتح ساعتها، ما كانش ينفع نسجل اللاعب. فاستنينا لما السيستم يفتح، تم الاتفاق مع نادي المقاولين العرب، نادي انبي شراء اللاعب. نادي انبي عفوا. نادي انبي انا اسف، انا انبي بشراء اللاعب. وبرضه حصل مشكله حتى لما نادي انبي برضه اخذ اللاعب كان في لسه المشكله في البطاقه المؤقته. دي على فكره مشكله لمعظم اللعيبه الاجانب او اللعيبه الافارقه، ان انت ما تقدرش تحكمهم في مصر. اللاعب الجمهور بيطالب ان مثلا تاخد الباسبورات عندك. الاتحاد الدولي بيمنع، وابسط حاجه اللاعب ممكن يطلع وثيقه سفر ويسافر. صحيح. مفيش حاجه بتقدر دي حقيقه، مفيش حد يقدر تحكم اللاعب الاجنبي في مصر الا لو اللاعب هو عارف يعني ايه احتراف. لكن في مشكله ان في لعيبه افارقه بتيجي صغيره في السن، ممكن قوي ان انت تقول له تعالى وهوديك نادي كويس وخد فلوس اكتر، واللي هو مش عارف اصلا اللوائح ممكن يعرض نفسه للجزاء. زي اومد كان هيتعرض للجزاء واحنا تم التنازل عن القضيه وعملنا ورقه بيع واشتراء بيننا وبين نادي انبي وتم الانتهاء من موقف اللاعب. بس انا عاوز اوضح موضوع بالنسبه للاعب رمزي، موضوع مختلف تماما عن اللاعب حمدي. اللاعب رمزي عقده موثق في منطقه وموثق في الاتحاد حتى عام 2017، وتم الاتفاق مع اللاعب على زياده العقد بتاعه وان شاء الله هيوقع ل 2018. واللاعب ما عندوش مشكله معانا ولاعب مميز وان شاء الله يبقى من احسن اللعيبه ويفيد المنتخب ان شاء الله. اللاعب باقي في نادي الاتحاد الى ان يحين ان هو يتم الاسلام عنه. ان شاء الله باذن الله. فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. انا كنت الحقيقه شاهد في يوم من الايام السنه اللي فاتت لما حضرت تمرين كان عاصف الحقيقه وكان حظ يعني. كابتن حسام حسن عمل فرقه الشهاده لله، فرقه من الهوا. انا هكلم حضرتك عن يعني مشاهدتي وحضرتك قول لي اذا كنت انا مخطئ ولا لا. اللعيبه اللي انا شفتها انا ما اعرفش منها غير 4 5 والباقي كله شباب صغير. حتى انا كنت مستغرب ان هي دي الفرقه ولا لا. اتكلمت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم في اليوم ده والفرقه كانوا مصرين ان هم ما يتمرنوش. وسمعت كلامهم، يعني انا الحقيقه كنت واقف على الخط وسامع كلامهم ان هم مش عايزين يلعبوا، مش عايزين يتمرنوا، هم شارين خاطر الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، ولذلك قالوا له يا كابتن احنا مطالبنا في ايديك انت اتكلم بلساننا. راجل كلم حضرتك
حضرتك قدمت على الفور، كانت مشكله في المستحقات المتاخره للعيبه. اليوم ده كان يوم عاصف جدا بالنسبه لكم، وكابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا مصرين، او الجهاز بالكامل كان مصر على الرحيل لحد الساعات الاولى من صباح اليوم التالي. قعدتوا معاهم لحد ما اقنعتوهم بالبقاء. لماذا فرطتم في الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن رغم انه حصل اتفاق ما بينه وما بين الاستاذ محمد مصلحي في من خلال اتصالات هاتفيه ان هم يكملوا، والناس كانوا مرحبين جدا بالبقاء؟ ايه اللي حصل؟ اجي للمشكله اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها الاول. انت في النهايه زي ما بقول الدخل اللي بيجي لك منين؟ الرعايه والبث. من الرعايه والبث. لو حصل تاخير في وصول دفعه من الدفعات، بالتالي دي بتاثر على ميعاد انت مديه للعيبه في ان هي تاخد جزء من مستحقاتها. في التوقيت ده حصل تاخير، ويعني كان تاخير نتيجه ان المفروض كان الفلوس هتحط في بنك معين، اتحطت في بنك تاني، فبدل ما هتتصرف في اليوم ده هنرجع تاني للشركه، هتاخد لها يومين، فاللعيبه عملت الموقف اللي حضرتك حضرته واتحل بعديها بحوالي يومين او 3. الكابتن حسام والكابتن ابراهيم في الحقيقه أدوا موسم طيب جدا مع نادي الاتحاد، وهم بالنسبة لي أنا مش مدربين بس، لكن العلاقة اللي بيني وبينهم علاقة، هم كانوا بالنسبة لي زي إخواتي الصغيرين، وما زالت العلاقة دي موجودة لحد دلوقتي. ولكن في النهاية من خلال مواقف بتحصل كتير أنت بتقيم الوضع، هل ممكن يستمر موسم آخر بنفس الظروف اللي انت شفتها وحضرتها ولا لا؟ صالح النادي فين؟ في النهايه لما قعدنا كمجلس اداره واستعرضنا الموسم السابق، كان قرارنا ان احنا دخول جهاز جديد لنادي الاتحاد. وعلى فكره العلاقه طيبه جدا بيننا، عارف ده. يعني ودي سنه الحياه، ممكن اكون موجود في مكان وبكره موجود في مكان تاني. وعلى فكره انا بتابع ماتشات المصري مكسرين الدنيا هم مع النادي المصري زي ما بتابع ماتشات الاتحاد. النادي المصري دلوقتي الثالث ب 11 نقطه بعد 6 مباريات، وبتمنى لهم كل توفيق بالتاكيد يعني. فكان قرارنا ان احنا بنغير الجهاز لظروف كتير احنا حضرناها. ايه هي؟ يعني منها حاجات ما يعني احب احتفظ بيها ليا وللمجلس، لان ده كانت حاجات احنا بنحطها ونقط معايير معينه، اهداف معينه احنا عايزين نوصل لها. بس انتوا كنتوش مدعمين الفرقه بلعيبه السنه اللي فاتت، لكن احنا دعمنا السنه دي. انت كان عندك مشكله رئيسيه ان في 18 لعيب عقودهم بتنتهي. وعلى فكره نادي الاتحاد لم ينجو من الهبوط السنه اللي فاتت. انتوا جبتوا اسماء، يعني جبتوا عمر يحيى، جبتوا بزوكا، كابونجا، الهاني سليمان، عاشور الادهم، شعراوي، احمد السيد، سواريز وده برازيلي، بلاتيني وده من بنما، صح كده؟ بلاتيني من الراس الاخضر. راس الاخضر؟ ماشي. في منتخب الراس الاخضر. بتغير 18 لعيب. احنا كان فاضل 9 ماتشات واحنا الخامس على الدوري. لكن ابتدت 18 لعيب دماغهم تبقى بره الملعب تماما، هو رايح فين بعد كده؟ على فكره ده في اخر الموسم اللي فات بالظبط. طب وذنب الكابتن حسام ايه والكابتن ابراهيم؟ انا ما بقولش ان ده ذنبهم، احنا بنتكلم على الجزء بتاع اللعيبه. ان نادي الاتحاد كان يعني في هبوط، احنا ما كناش في هبوط، احنا كانت الفرقه في مركز عالي وبقيه الفرقه ابتدت تقرب لنا. صحيح. حسينا بالخطر في اخر ماتشين او 3 لما الفرقه قربت قوي، ان احنا كنا الخامس بس ابتديت تخسر. الفرقه ابتدت تفقد تركيزها تماما، لدرجه ان الكابتن حسام استبعد حوالي 8 لعيبه في المدرجات، لعيبه من الكبار، لانه حس ان هم مش مركزين، وابتدى ياخد مجموعه الناشئين اللي حضرتك شفتهم ويلعب بيهم وليه 98 و99. فالنتائج ابتدت يحصل فيها الدروب اللي كان بيحصل، وابتدت الفرقه تقرب لنا لحد ما نهينا في المركز اللي احنا كنا فيه، انما ما كانش النادي في الهبوط. صحيح. وانقذ من الهبوط. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان مجلس الاداره وانا شخصيا ما فيش قرار بناخده
الا لما بنبقى متاكدين مليون المية ان ده صالح نادي الاتحاد. طيب انا عندي معلومه انه انتوا الاول الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ليهم مستحقات عندكم. ليهم مستحقات وخلال الفتره اللي جايه دي المستحقات دي هتصرف على فكره. كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومجموعه اللاعبين اللي مشوا ليهم مستحقات، وبدايه من شهر 1 وانت ماشي كده نغمه الازمات الماليه في نادي الاتحاد هتقل تماما. طيب انا عندي معلومه ان هم هيحركوا دعوه قضائيه، وان هم اختاروا المحامي بتاعهم بتحريك دعوه قضائيه ضد نادي الاتحاد، ان هم على حسب المعلومه اللي عندي، وحضرتك صحح لي اذا كنت انا غلطان، على حسب المعلومه اللي عندي هم واخدين شيكات. بالظبط. ده لا تنفي ذلك. لا طبعا، لان ده كان نوع من اثبات جديه النادي في ان هو عايز يدفع المستحقات دي وضمان لحقوقه. بس شيكات بدون رصيد؟ لا. هي كان ليها مواعيد في وصول الدفعات دي. على فكره الدفعات بتتاخر، احنا ابتدينا مع الشركه معايا الامور تنتظم الايام دي، ولذلك انا بقول لك من اول يناير هتبتدي نغمه الازمات الماليه في نادي الاتحاد تخف جدا. كويس قوي. على نهايه 2016 انا اعتقد ان نادي الاتحاد مش هتسمع فيه كلمه ازمه ماليه تاني. حضرتك كويس انه قلت الكلام ده على الهوا. اتمنى لو يبقى في خط مفتوح ما بينكم وما بين التوأم كابتن حسام والكابتن ابراهيم، لعل وعسى الامور تنتهي بشكل ودي، يعني ما تصلش الى القضاء. مش هتصل للوضع ده تماما. ده شيء عظيم. بكتير هتكون الموضوعات ده شيء عظيم. ده شيء عظيم. ده شيء عظيم ليهم ولكل لاعبي الفريق اللي ليهم مستحقات القديم. لان اللعيبه الجديده اخذت الدفعه ال 25%. ده برضه يعني عندك برضه من القديم من السنه اللي فاتت؟ بالتاكيد. ده برضه تركه. خلي بالك تركه، انا ما قلتش الارقام اللي احنا استلمنا النادي بيها. لا ما تقول. لا ما تقول. قول. يعني فوق ال 15 مليون، وعندنا كانت سالب 15 مليون بالظبط. عليك 15 مليون. ومنها مثلا قضيه مكيده. وده ما كانش موجود في وقتنا. يا لهوي. دفعنا كان النادي هيدفع فوق ال 3 مليون، وفضلنا مع الاتحاد الدولي. ده مكيده سافر ورجع وجه ومرن المصري ومشي ورجع وحاجه. دفعنا له امتى بقى؟ من حوالي 3 شهور او 4. دفعنا 1,200,000. سؤال كده اعتراضي، هل الفلوس اللي بتديها لكم الوزاره خاصه بالانشاءات فقط ولا يجوز الصرف منها على فريق الاول لكره القدم؟ ولا الحقيقه في اوقات كتيره المهندس خالد بيدي دعم للنشاط. والله موجه للنشاط. اخدتوا كام غير ال 14 مليون اللي حضرتك قلت لي عليهم؟ لا انا بجمع بس عشان ما اظلمش. بس شكله رقم كبير. لا ما هوش رقم كبير قوي، يعني دعم النشاط بيبقى اقل بكتير قوي. والله حوالي 1,200,000 حاجه كده. لا مش رقم يعني. وعلى فكره يعني استهلك في موضوع مكيده. طيب في حاجه تاني في ملف كره القدم حابين نروح لها؟ خلاص كده احنا طمنا على مستحقات اللعيبه اللي فاتت ومستحقات الجهاز اللي فات واللعيبه اللي موجوده. ال 25% اللي هي الدفعه المقدمه. واول مستحقات ليهم هتبقى في نهايه يناير اللي هي ال 25% الثانيه. وطمنا جماهير النادي الاتحاد السكندري على الوضعيه الجديده مع المدير الفني الجديد اللي انا مش عارف احفظ اسمه لسه. مونتس. هو اسمه صعب شويه. اسمه مونتس. انا برضه مش حافظه. ايوه مونتس. طيب صح. لا مش صعبه. بونتس. ماشي بونتس. ماشي وعلى بركه الله. على فكره هو من المدربين اللي انا بعتقد ان هم اضافه ان هم يبقوا موجودين في مصر، لانه راجل درب سبورتنج لشبونه كمدرب عام 4 سنين، ودرب منتخب البرتغال في كاس العالم الاخرانيه، وقعد مع المنتخب 4 سنين مدرب عام. ففي الحقيقه ان شاء الله يبقى اضافه كويسه لمصر والنادي الاتحاد. والله احنا نتوسل لجماهير الاتحاد السكندري تدي فرصه، يعني ادوا فرصه للناس تشتغل، ادوا فرصه للمدير الفني يشتغل ويعمل بصمه، ادوا له فرصه واصبروا عليه شويه. عندي ملف اخير والوقت عمال يداهمني الحقيقه، وعندي ملف اخير لازم اتكلم فيه، عوده الجماهير. كان عندكم اجتماع مهم جدا مع وزاره الشباب والرياضه مع المهندس خالد عبد العزيز منذ ايام لبحث مساله عوده الجماهير. راي حضرتك ايه؟ وهل احنا مجهزين مستعدين ولا لا بصدق وامانه شديد؟ في البدايه لازم نبقى كلنا متاكدين مفيش رياضه من غير جماهير. حقيقي. الجماهير عامل اساسي في اكتمال المنظومه الرياضيه. كنا ان احنا بقالنا فتره نتيجه ظروف معينه احنا بنتحملها داخل البلد، فده مش هو الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ان المدرجات تبقى مليانه والجماهير موجوده بتستمتع
المباريات عامه، اي لعبه من الالعاب الرياضيه. تمام. وبالتالي في الاجتماع ده حقيقه الكل كل رؤساء الانديه ومعالي الوزير كان هدفه ان احنا عايزين نرجع الجماهير. عايزين نرجع الجماهير بالصوره اللي نحافظ بيها على الجماهير وان ما تحصلش تاني اي مشكله. وانا متاكد ان الجماهير اتعلمت الدرس، وكل اللي مطلوب ان احنا نحترم القوانين والقواعد اللي هتبقى محطوطه، وهي قواعد هتضعها لجنه الانديه والوزاره لصالح الجماهير ولصالح عودتهم مره ثانيه. تمام. احنا بنتكلم على عوده حذره للجمهور، سليم كده؟ التعبير ده دقيق ولا ندور على تعبير تاني؟ مش حذره، يعني عايز اقول ان هي عوده ملهاش رجوع فيها تاني ان شاء الله. طيب اتكلمتوا على اعداد بس 5000 6000 ولا اتكلمتوا على ايه بالظبط يا فندم؟ الاعداد كانت بتتحدد او اتناقشنا فيها، وكل دي كانت مقترحات من خلال الامكانيات اللي موجوده في كل استاد. استاد اسكندريه سعته قد ايه؟ المتطلبات اللي الفيفا كانت بتطلبها من ناحيه دخول الجماهير، الكاميرات، الكلام ده متوفره بقد ايه؟ تقدر تغطي قد ايه؟ فقلنا ممكن نقول 10000، ولكن الاستادات اللي امكانياتها تسمح ممكن العدد يزيد، لو في استاد امكانياته اقل ممكن العدد يقل. فالموضوع متروك للامكانيات اللي هتبقى متاحه وحجم الاستاد نفسه والسعه بتاعته. اصل الاجتماع ده كان فيه حاجه غريبه قوي. ايه؟ كل رئيس نادي خرج بحاجه غير اللي قالها رئيس النادي التاني. صدقا والله بجد. فانا الحقيقه بتابع التقرير بتاعنا اللي جاي، فهمت منه حاجات، بعدين مواقع الانترنت لقيت عليها حاجات، بعدين الصحف والجرايد لقيت عليها حاجات، يعني طيب قول لي حاجه وانا هقول لك يعني هل هي حقيقيه؟ في رؤساء انديه مثلا ليس كل ما يقال. في رؤساء انديه قالوا ان احنا اتفقنا على يعني بيبقى دقيق قوي. طيب في رؤساء انديه قالوا ان احنا مش موافقين على عوده الجماهير، في رؤساء انديه قالوا ان احنا قلنا 5000 بس هو ده اللي يبقى موجود فيه المدرجات، عوده تدريجيه بمعنى اصح. في ناس قالت مش هيبقى دلوقتي خالص، يعني مش هيبقى والله. طيب ماشي. القول الفصل، قول الفصل ان ما فيش ولا رئيس نادي قال لا لعوده الجماهير. لا لعوده الجماهير، مفيش ولا واحد قال. انا شخصيا فوجئت بان في بعض الصحف كتبت كده على بعض رؤساء الانديه. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، الكلام ده لم يحدث على الاطلاق. كان ليكم دور او كان ليكم توصيه او كان ليكم راي كانديه شعبيه في الكيفيه بتاعت عوده الجماهير؟ يعني قلتوا احنا عايزين الجمهور يرجع ولكن بكيفيه معينه بشكل معين، الا وما كانش سيد وزير الشباب والرياضه اختصكم في هذا الاجتماع؟ هو كل رئيس نادي كان بيقول من وجهه نظره ايه هي الاجراءات اللي ممكن تتم علشان الجماهير ترجع بدون ما يبقى فيه اي مشاكل او احتكاك. طب يا فندم كان من اهم الحاجات اللي كلنا كنا متفقين عليها ان قيادات الجماهير يكون لها دور في دخول الجماهير وتنظيمها في المدرجات. عظيم. هل حضرتك اكلم حضرتك بس كرئيس نادي الاتحاد السكندري، مش عايز ايه ابقى اجمع، حضرتك كرئيس نادي الاتحاد السكندري عندك هيمنه، عندك سيطره على الجماهير بتاعتك اللي بتدخل الاستاد، تقدر على ده ولا دي ما تدخلش ضمن اطار السيطره؟ الاتحاد له تجربتين من خلالهم نقدر نقيم، الا وهما المئويه ومباراه الجونه، وهي المباراه الوحيده اللي لعبت بجماهير في الدوري الممتاز. الاثنين عدوا بسلام، الاثنين كان مدرجات مليانه بالكامل وما حصلش اي مشكله. على فكره الاستاذ جاسر تحديدا على علاقه قويه جدا بكل روابط الجماهير. عظيم. والجهاز التنفيذي في النادي على علاقه قويه بيها. وده اللي نجح التجربتين، لان كان بيتم التنسيق مع الجماهير. هسأل حضرتك سؤال، هل اقدر اخد تصريح انه حضرتك ممكن في يوم من الايام تتعهد بدخول الجماهير على مسؤوليتكم الشخصيه كمجلس اداره نادي الاتحاد السكندري؟ عندكم القدره على ده ولا؟ لا انا هقول لك الاكثر من كده. اتفضل. ان جميع رؤساء الانديه في الاجتماع وافقوا على ان هم يكون لهم دور وتعهد في دخول الجماهير. ده شيء عظيم. ده شيء عظيم. علشان كده انا بقول لك انا بستغرب ما كتب على ان بعض رؤساء الانديه كانت بترفض دخول الجماهير. ده شيء عظيم. كلمه اخيره توجهها حضرتك لجماهير نادي الاتحاد السكندري اللي تابعتنا النهارده في حوار مهم للغايه في توقيته المناسب علشان يعني يرد على استفسارات كتيره جدا في الوقت الراهن.
هقول لهم اطمنوا على نادي الاتحاد، ما تصدقوش كل اللي بيتكتب وكل اللي بيتقال. نادي الاتحاد مستقر تماما. من الممكن ان يكون هناك بعض المشاكل الماليه اللي بتحل وفي طريقها لان هي تنتهي موضوع الازمات الماليه من نادي الاتحاد. فريق الكره اللي موجود السنه دي فرقه كويسه جدا، معاهم مدرب على اعلى مستوى، نديهم وقتهم ونديهم الثقه، وانا اتصور ان خلال الموسم ده هيحققوا نتائج طيبه جدا، وخلال المواسم اللي جايه بالخطه اللي محطوطه لنادي الاتحاد هيوصل للهدف اللي كلنا عايزينه، ان يكون نادي الاتحاد داخل المنافسه. دكتور محمود انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك، ونرجو ان انا احنا سعدت باللقاء معاك فعلا. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على قبولك الدعوه، ونرجو نكون لكل جماهير الاسكندريه الحقيقه نكون غطينا لكم كل الجوانب الانشائيه المتعلقه بالانشاءات، الامور الفنيه المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم. نتمنى نكون عملنا ده في حلقه اليوم. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من ساعه رياضه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. غدا باذن الله لقاء متجدد ساعه رياضه جديده، نشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير. سلام عليكم.